غضب عارم في الأهلي من تأجيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة جلسة التحقيق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز التي كان من المقرر انعقادها اليوم دون أي أسباب منطقية، واللجنة تبرر الأمر بوجود ظروف خاصة للقضاء التي تقودها، والجماهير الحمراء توجه اللوم لإدارة النادي التي تسمح لمجموعة مثل هؤلاء بجرجرة لاعب الفريق للمحاكم دون اتخاذ موقف حاسم وشكواهم للفيفا على التخاذل في تنفيذ القوانين. طبيب الأهلي يخضع عمرو السولية ومحمد هاني لفحص طب الثلاثاء المقبل للاطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الإياب أمام مازيمبي بعد شكواهم من إجهاد عام بعد مواجهة الذهاب. الكاف يعين الكيني بيتر كوميتي حكما لمواجهة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، ويعين الحكم المثير للجدل ميرا ريفيت حكما لتقنية الفار. مجموعة قنوات MBC تدرس إطلاق قناة رياضية جديدة الفترة القادمة وتقديم مجموعة متنوعة من البرامج المميزة بقيادة إبراهيم فايق وسيد عبد الحفيظ ومهيب عبد الهادي، والحصول على حقوق إذاعة بطولة الدوري المصري. ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي يأمل في عودة إمام عاشور لمستواه سريعا بعد العودة من الإصابة لرغبته في ضم اللاعب لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس. حالة سعادة تسيطر على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تعافي ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وإمام عاشور من الإصابة قبل مباريات المنتخب الهامة في تصفيات كأس العالم. مصدر بالأهلي: مارسيل كولر لن يعتمد على الشناوي أساسيا طالما مصطفى شوبير يسير بشكل جيد مع الفريق، لكن ربما يقحمه في بعض المباريات بديلا لتجهيزه للفترة القادمة. والحالة الوحيدة التي سيعود فيها الشناوي للمشاركة أساسيا هي تراجع مستوى مصطفى شوبير. الشناوي عاد من الإصابة وسيحتاج لوقت لاستعادة فورمة المباريات مجددا. مصطفى شوبير يصبح في حاجة للخروج بكلين شيت في مباراتين على الأقل من المباريات المتبقية في دور الأبطال لمعادلة رقم حارس بيترو أتلتيكو الأنجولا الذي حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات في هذه النسخة. محمود الزنفولي يواصل المشاركة في المباريات مع فريق 2003 بالأهلي حتى لا يتأثر مستواه بالجلوس بديلا مع الفريق الأول. الزمالك يفشل في الفوز على ديرمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، البطولة الأضعف في القارة، ليتسرب للجماهير البيضاء القلق على البطولة التي ظنوا أنها مضمونة بسبب ضعف الفرق المشاركة فيها. مكوينة مدرب صن داونز ينتقد الترجي التونسي بعد الخسارة أمامه بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دور الأبطال، ويؤكد أنه لا يصح أن يلعب فريق كبير مثل الترجي بهذه الطريقة الدفاعية على ملعبه. عمرو الجنايني رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، والبعض يؤكد أنه لو تم اختيار واحد بهذه العقلية من قبل الجمعية العمومية ستذهب الكرة المصرية إلى الهلاك. يوسف البليلي لاعب مولودية الجزائر يتسبب في جدل كبير بالشارع الرياضي هناك بسبب محاولة اعتدائه على محكمة في أحد المباريات والتعامل معها بشكل غير لائق. قائد مازيمبي الكونغولي: أعتقد أن مازيمبي كان يستحق نتيجة أفضل أمام النادي الأهلي. خلقنا فرص كثيرة للغاية لكن لم نستغل أي منها للأسف الشديد. أعتقد أنهم في الأهلي سعداء للغاية بتلك النتيجة لأنه من الصعب على أي فريق الخروج من لوبومباشي متعادلا، لكن لا مشكلة، لا يزال أمامنا فرصة في القاهرة ونريد أن نسجل في شباك الأهلي هناك، وأنا واثق أننا سنفاجئهم في القاهرة مثلما فعلنا مع بيترو أتلتيكو في أنجولا. الأهلي منافس كبير لكننا نلعب بشكل أفضل منهم، وهو ما ظهر على ملعبنا. لقد سيطرنا على المباراة بشكل تام، لا يمكن لجماهير المنافس أن تؤثر علينا في القاهرة، فنحن معتادين على اللعب في مثل تلك الأجواء الجماهيرية الكبيرة. أثق أننا سنتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا من القاهرة، وهذا هو طموحنا كلاعبين وجهاز فني. أريد فقط أن أطلب من جماهيرنا أن يستمروا في دعمنا، ويجب على الجالية الكونغولية في القاهرة أن تخرج وتدعمنا في المواجهة. جهاد جريشة الحكم الدولي السابق: سأخوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة ضمن قائمة بها كوادر رياضية كبيرة، وهناك اتصالات وتحركات بدأت بشأن الانتخابات، ولكن لا يوجد استقرار نهائي بشأن القائمة التي سأتواجد بها. علاقتي ممتازة بكل ما تم تداولهم من أسماء بشأن خوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس، وهم الثلاثي المهندس هاني أبو رضا رئيس اتحاد الكرة السابق، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تولت إدارة اتحاد الكرة من قبل. فيتور بيريرا ولجنته لا يقدمون شيء للحكام، ونتيجة عمل اللجنة 0، ولا يوجد لها أي إنجازات تذكر. وظهور الحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بصورة متميزة نتاج عمل لجان سابقة، فضلا عن اجتهادهم الشخصي. ولو كنت مسؤول عن الحكام لقررت إقالة اللجنة وتعيين لجنة جديدة برئاسة سمير عثمان أو ياسر عبد الرؤوف.
تصريحات إبراهيم نور الدين بعد إدارة مباراة الأهلي والزمالك غلط في غلط، وما قاله أمر يدل على ضعف اتحاد الكرة ولجنة الحكام. لو كان يعلم أن هناك شخص قادر على معاقبته لما كان ظهر إعلاميا بعد القمة، بل والتقليل من قطبي الكرة المصرية. وبعيدا عن تصريحات إبراهيم نور الدين، فهو قدم مباراة متميزة هو وجميع الطاقم، وأمنحه 8.5/10، وهذا أكبر دليل بأنه لا يوجد أي أزمات معه. ولكن من الممكن أن نتنافس في المستقبل القريب مع بعضنا البعض، سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو رئاسة لجنة الحكام، وهذا أمر طبيعي ولكن دون وجود خلافات. لا يوجد اهتمام من اتحاد الكرة بالحكام، ولهذا هو الحلقة الأضعف في المنظومة رغم أنها الحلقة الأهم. ولكن دائما الحكام شماعة فشل الجميع، كما دائما لا يوجد رئيس لجنة في الفترة الماضية همه أن يكون للحكام ظهر قوي في الكرة المصرية. الخلاف بين رموز التحكيم بسبب الصراع على كرسي رئاسة لجنة الحكام، حتى من يريد تطوير الحكام لن يصل إلا بالصراعات، وهذا ما شاهدناه في الماضي. يجب أن يكون هناك تنافس على المنصب، ولكن من يأتي الجميع لابد أن يساندوا من أجل مصلحة الحكام.